انا عارف انك واخد قرارك عن الفيلم ده من قبل ما تدوس على الفيديو. لو انت بتحب محمد رمضان فانت داخل تسمع انه عالمي، لو انت مش طايقه فانت مستني اقولك ومبالغ فيه. نزل فيلم اسد اخيرا بعد انتظار كبير وانا شفته وده رايي عن الفيلم. اكيد طبعا شفت مراجعات كتيره بتطبل جدا للفيلم، وفي الفيديو ده انت هتسمع تطبيل برضه، لان بجد الفيلم حلو قوي، الفيلم ممتع جدا، الفيلم حلو جدا، الفيلم ممكن يكون واحد من افضل الافلام اللي نزلت اخر 10 سنين. انا عارف ان انت سمعت الكلام ده كتير، ولكنه فعلا حقيقي. في لحظات معينه وانت بتتفرج على الفيلم هتنسى اصلا ان هو فيلم مصري، ومش هتنسى ان هو فيلم مصري اللي هو بس احنا متاثرين باعمال اجنبيه او احنا ناقلين من اعمال اجنبيه، لا، الفيلم مصري 100%. الفيلم بيتكلم عن العبودية في القرن ال19 اللي كانت موجودة في مصر، طبعا بعيدا عن الأحداث التاريخية، بعيدا عن الوثائق، وبعيدا عن إذا كان الحوار ده حصل فعلا ولا لا. أنا معرفش حاجة، أنا ما سرستش عن الموضوع، فمعرفش الأحداث اللي نقلت في الفيلم دي حقيقية ولا لا. اتفرج على الفيلم كفيلم، الفيلم من أروع ما يمكن. أولا كادرات سينمائية توب التوب، ستوري تيلينج روعة روعة روعة. عارف انت ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا، مفيش مشهد كده معمول على الفاضي. الكتابة في الفيلم كانت كويسة، رغم ان في لحظات معينة كان او بعض القرارات ما كانتش افضل شيء، ولكن اوفر اول الكتابة كانت جميلة جدا. الموسيقى التصويرية هشام نزيه يعني راجل عالمي. التمثيل مفيش ممثل مثل اداء وحش، كلهم روعة، وهختص بكل واحد كمان لوحده كمان شوية. اخراج والتأليف لعائلة دياب، محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، روعة. واخراج محمد دياب راجل عالمي، راجل جاي من مون نايت، اول فيلم يعمله بعد مون نايت لازم يبقى توب التوب، وده اللي حصل فعلا في الفيلم. الفيلم مدته ساعتين وانا ما حسيتش بيهم خالص. الفيلم ده فيه ريسكات كتير قوي. اولا محمد رمضان بيعمل عمل اول مره يعمل زيه قبل كده، محمد دياب ده اول فيلم يعمله بعد مون نايت، فما ينفعش يقلش او ان هو خلاص يبقى تجربه مون نايت دي كانت تجربه مثلا ايه عشان هو كان محظوظ او حاجه. الفيلم بيتكلم عن حقبه ما اتعملتش في مصر ولا الوطن العربي كله. كل التحديات اللي هو دخلها في الفيلم نجح فيها، خلي بالك نجح فيها، مش اللي هو يلا بقى احنا بنعرف نعمل اكشن، ولا نجح عشان احنا بنعرف نعمل مجاميع، ولا نجح علشان احنا بنعمل برودكشن ديزاين حلو او معبر عن المكان، ولا نجح ان هو هيحكي بس قصة حلوة، ولا نجح ان هو يحط ابشتكنات وسي جي اي ومشاهد تحس ان انت بتتفرج على فيلم عالمي. تخيل بقى ان هو عمل كل ده ونجح 100%، او خلينا نقول 90%. في مشهد سي جي اي ما كانش افضل شيء. وانا بالنسبه لي انا مش لازم اتغذى بصريا على مشاهد تكون معموله متصوره حلو او شكلها حلو بس في الاخر القصه تعبانه، لا، انا اهم حاجه عندي القصه، وطالما الورق حلو فانا تمام وشاري، لان اصلا الفكره حلوه والعالم ده اول مره نشوفه. طبعا في افلام اتعملت كتيره جدا بتتكلم عن العبيد بره، جانجو انشيند، 12 years of slave، وغيرهم كتير. والفيلم مصري، شبه طبعا بعض الاشياء اللي معموله بره، بس في الاخر هو مصري. خلينا نتكلم عن الاداءات التمثيليه لكل واحد. علي قاسم احلى دور عمله في حياته. علي قاسم هو ملك هذا الفيلم، هو اكتر واحد كان تكرهه في الفيلم ومع ذلك كان ممتع بطريقه مش طبيعيه. رزان جمال من افضل الممثلات اللبنانيات اللي بيمثلوا حاليا دلوقتي باللهجه المصريه، وكمان تم الاشاره في الفيلم ان هي اصلا من خلفيه شاميه، علشان لو احنا حسينا شويه الاكسنت مش مظبوط فالدنيا تمام. غير كده هي جميلة جدا جميلة جدا، مهما بقى شلت منها ميك اب، مهما مش عارف، مهما لبستها اعفن شيء، فهي هتفضل جميلة جدا. وكمان كأداء هي عملت أداء حلو قوي. كامل الباشا، ماجد الكدواني، أحمد داش، كلهم توب. اسلام مبارك وإيمان يوسف أداء مش طبيعي. اسلام مبارك اللي عملت ضي واللي عملت مدينة من نيجيريا في أشغال شقة، هنا بصراحة عاملة دور فظيع. وإيمان يوسف دي هي كانت موجودة في فيلم اسمه وداع عن جوليا، أنا بصراحة ما شفتوش بس هروح أشوفه مخصوص بعد الأداء اللي عملته في الفيلم ده. واخيرا نختتم بمحمد رمضان. خلينا كلنا متفقين ان محمد رمضان واحد من اهم المواهب المصرية اللي طلعت في الفترة اللي فاتت دي، وواحد من افضل المواهب في جيله، وان هو يستحق تقدير اكبر من كده، وان هو لحد دلوقتي لسه حتى كمان ما طلعش كل الامكانيات اللي عنده، وكل ده واضح وبنقوله من زمان. في افلام كتيرة جدا عملها ما كانتش افضل شيء،
في مسلسلات ما نجحتش جدا ليه، زي المشوار وزي موسى، وغير الافلام اللي عملها زمان زي مثلا اخر ديك في مصر اللي برضو ما كانش افضل شيء، وسلسله عبده موته والالماني وقلب الاسد. والفيلم اللي هو كان كويس فيه او في حاجه حلوه ممكن تتحكي اللي هو الكنز، الناس كلها خرجت من الفيلم تتكلم عن اداء محمد سعد مش اداء محمد رمضان، رغم ان هو البطل. الفيلم ده كان فرصة اخيرة لمحمد رمضان عشان يثبت اولا ان هو موهبة تستحق ان هو يتقدر اكتر من كده، على ان هو ناجح ويقدر يجيب ايرادات لفيلم مصري في السينما، لان هو ايراداته في السينما مش افضل شيء. ثالثا ان هو ياخد مدح نقدي وجماهيري، لانه في الغالب كان دايما في ناس بتمدحه وناس لا. فلازم نشوف بقى هل هو نجح في كل التحديات دي. انا بالنسبة لي 100% نجح، وفي ذكاء كبير منه ان هو يتعاون في التجربة دي مع محمد دياب بالذات. محمد دياب بالذات شغله روعة بصراحة في الفيلم ده قال عنه في بودكاست قبل كده ان هو اشتغل عليه 3 سنين، وفعلا يستحق ان هو يشتغل عليه 3 سنين علشان يخرج بالعظمة اللي احنا شفناها دي. الفيلم اصلا من اول ما شفنا الاعلان حسينا ان احنا داخلين على عمل ضخم وحلو. الفيلم اكيد مصروف عليه كتير، بس فعلا الصرف ده باين وظاهر، وتحسش ان انت قاعد مش مئز وانت قاعد بتتفرج على الفيلم، ولا انت قاعد مش عارف مثلا الفيلم ده اللقطة دي متاخدة من مش عارف فيلم الفلاني، لا، تحس ان انت بتتفرج على عمل اوريجينال. في مشاهد في كم مشهد دموي من اروع ما يمكن، بس في ناس ممكن تتعب من المشاهد دي. انا بالنسبة لي كنت تمام قوي يعني. تسلسل النهاية كان فيه سيكت اوفر، بس منطقية جدا وانتهت بشكل حلو، ما عنديش معاها اي مشكلة. نهاية فيلم اسد فيلم مهم، فيلم ملحمي، فيلم بجد لازم تتفرج عليه في السينما عشان تستمتع بكل المؤثرات البصرية والصوتية اللي مش هتعيشها غير في السينما. بتمنى الفيلم ده يجيب ايرادات كتير، بتمنى نشوف اعمال من دي كتير. حقيقي الواحد بيبقى مستني ان هو يشوف عمل مصري يحس ان هو مفتخر بيه، وعمل مصري يترشح ويوصل للأوسكار. ونفسي اشوف فيلم مصري موجود في المرشحين ال5 النهائيين لافضل فيلم اجنبي، ومع اسد خلينا نقول انه ممكن ده يحصل. ده كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى يكون الريفيو عجبكم. استنونا ان شاء الله قريب جدا في ريفيو فيلم الكلام على ايه. وبس كده، السلام عليكم.